في البدء لم يكن الإنسان يعرف الجبال كما نعرفها اليوم. كانت كتلا صامتة تقف خارج حدود القبائل، أبراجا حجرية تمسك بالسماء وتعلن حضورها في الأفق كأنها حراس الزمن. كان الإنسان القديم ينظر إليها بخوف قبل أن يبدأ في الاقتراب منها، ثم صعودها، ثم محاولة فهمها. ومع الوقت أدرك أننا لا نصعد الجبال لأننا نريد أن نرى العالم، بل لأننا نريد أن نرى أنفسنا من الأعلى. الجبال ليست حجرا، الجبال اختبار، اختبار للصبر وللقدرة على مواجهة الصمت الطويل، وللقبول بأن الطريق لا يمنحك أي شيء دون أن يأخذ منك الكثير. من يصعد الجبل يعرف أن كل خطوة هي حكاية، وأن كل متر تتركه خلفك يروي قصة جديدة عنك لا عنه. والسؤال الذي نطرحه اليوم: لماذا نبحث عن القمم؟ وربما لأن القمة في عمق معناها ليست نقطة جغرافية بل حالة روحية. هناك شيء في ارتفاع الجبال يجعلنا نشعر بأن الحياة أكبر مما نظن، وأننا جزء من عالم ممتد، عالم لا يتوقف عند حدود المدن، ولا عند ضجيج البشر، ولا عند انكساراتنا الصغيرة. الجبال أو الجبل يمنحك مسافة كافية لتعيد النظر إلى حياتك من زاوية لم تكن تراها وأنت في الأسفل. عندما تصعد أنت لا تبتعد عن الناس فقط، بل تقترب من نفسك. تصعد كي تنصت، لأن الجبل مدرسة في الاستماع. هنا لا تسمع إلا نبضاتك وخطواتك وتنفسك الذي يتعب ويعلو، وكأن الجبل يريد أن يقول لك: قبل أن تصل إلي عليك أن تصل إلى نفسك أولا. الصعود ليست رحلة للقوة، بل رحلة للضعف، نعم الضعف، لأنك في الجبل تسقط عنك كل شيء: كبرياءك، سرعتك، انشغالاتك اليومية، حتى غرورك. تصبح كائنا صغيرا أمام مساحة هائلة من الصمت النقي. هنا تعترف لنفسك بما تهرب منه. الجبال بطريقة غريبة تعلمنا الاعتراف، ولأن القمم نادرة نحبها، لأنها مكان لا يصل إليه الجميع، لأن الطريق إليها متعب، ولأن الوصول إليها ليس مضمونا. كل قمة هي أشبه بسر، سر يخص من يصل ولا يعرفه من يبقى تحت. ليس لأن من في الأسفل أقل معرفة، لا، بل لأن الطريق سبب المعرفة، لا القمة نفسها. تخيل نفسك تقف على ارتفاع آلاف الأمتار، تحتك العالم وفوقك سماء تبدو أقرب، كأنها تنزل لتلامس كتفيك. في تلك اللحظة لا يعود الانتصار مهما، ما يصبح مهما حقا هو أنك ترى ما لم تكن تراه، وتشعر بما لم تكن تشعر به، وتدرك أن كل الرحلة التي قطعتها كانت درسا في الصبر، وفي الدعاء، وفي الصمت، وفي العودة إلى القلب. البشر يبحثون عن القمم لأن الحياة تميل إلى الانحدار. كل يوم يسحبنا شيئا ما نحو الأسفل: هم، مسؤولية، تعب، ضغوط، علاقات، خوف. والإنسان بفطرته يريد أن يستعيد ارتفاعه، يريد أن يخرج من المستوى الأفقي الشاسع الذي تزدحم فيه الضوضاء إلى مستوى عمودي أعلى، أنقى، أبعد عن الفوضى. نبحث عن القمم لأننا نريد أن نعلن لأنفسنا أننا ما زلنا قادرين على الصعود، أننا لم نستسلم، أننا لم ننقطع عن المعنى، أن الروح التي بداخلنا ما زالت تحاول. في الفلسفة القديمة كان يقال: من يصعد الجبل يسكن قريبا من الحقيقة. وربما لأن الجبال ترغمك على التبسيط، لا مكان للزائد، لا مكان للثرثرة، لا مكان للظلام الداخلي. الجبال نظيفة، ومن يقترب منها يجب أن يتخفف، أن ينقي نفسه. وفي هذا العالم السريع يتحول الجبل إلى معلم، يعلمك أن الطريق الطويل
ليس عدوا بل صديقا، وأن البطء نعمة، وأن الوصول ليس أهم من الرحلة. يعلمك أن تنظر إلى الخلف ليس لتندم بل لتعرف كم تقدمت، وأن ترفع رأسك إلى الأعلى ليس لتتعالى بل لتتذكر أن هناك دائما شيئا أكبر منك. الجبال تعيد ترتيب الإنسان، تجعله أكثر هدوء، أكثر تواضع، أكثر قربا من ذاته، وأكثر تصالحا مع حقيقة أن الحياة ليست سباقا بل صعود مستمر. ولعل أجمل ما في القمم أنها لا تبقى، فما إن تصل حتى يذكرك الجبل أن عليك النزول، ليس عقابا بل درسا، أن القمة ليست مكانا للإقامة بل مكانا للعبور، مكانا ترى منه الحياة ثم تعود لتعيشها. ولهذا نبحث عن القمم، ليس لنتباهى بالصعود بل لنتعلم من النزول، ليس لنثبت أننا أقوياء بل لنكتشف أين نحن ضعفاء، ليس لنبتعد عن العالم بل لنعود إليه بطريقة أفضل. وفي النهاية حين تسأل نفسك لماذا أحب الجبال؟ لماذا أشتهي الصعود؟ ستكتشف أن الجواب بسيط جدا، لأن الإنسان مهما انخفض يظل يبحث عن ارتفاع، لأن في داخله جبلا صغيرا ينتظر أن يصعد.